لو انت بتحاول تغير نفسك او تغير حد تعرفه فخليك معايا دقيقة وانا اوعدك هوفر لك سنين من حياتك. بعد ما مريت بالكتير من الاخطاء والتجارب الناجحة والتجارب الفاشلة وحاجات كتير اتعلمتها من شغل البيزنس الخاص بتاعي على مدار ال9 سنين ونص اللي فاتوا، بعد ما اشتغلت كمستشار ومدرب لقيادات ورؤساء تنفيذيين ومالكين بيزنس من اكتر من 15 دولة حوالين العالم، عايز اقول لك نقطتين مهمين. واحد، افضل الناس اللي اشتغلت معاهم كان عندهم اسباب كافيه للتغيير، وفي كتير من الحالات كمان كان عندهم اسباب كتيره قوي. ده اول نقطه. نقطه رقم 2، دول كمان الناس اللي كانوا مش راضيين عن وضعهم ومؤمنين ان التغيير لازم يحصل دلوقتي، مش الاسبوع الجاي او الشهر الجاي، لا دلوقتي في اللحظه دي لازم التغيير يبتدي يحصل. وكقاعده عندي انا بشتغلش مع عميل لو ما شفتش العنصرين دول في اول لقاء او محادثه معاه، عشان لو العنصرين دول مش موجودين هضيع وقتي في تحفيز الشخص ده بدل ما اركز على العوامل التانية. وايوه انا بختار عملائي زي ما هم بيختاروني، ببساطة انا بشر وعايز اشتغل مع ناس انا مؤمن انها هتنجح وهتديني كمان طاقة ايجابية. لكن لما الشخص ده يكون عنده العنصرين دول اللي انا قلتهم من شوية، كل اللي محتاج اعمله هو ان استخدم الطاقة العظيمة اللي ناتجة منه واوجهها له تاني، اوجهها للشخص ده تاني عشان ازقه زقة بس صغيرة كده تدفعه للقيام بخطوات معينة وتغيير سلوكيات معينة. فلو انت عايز تتغير او لو عايز شخص يتغير، خليني اقول لك نقطتين مهمين، ده خلاصة الفيديو والحلقة دي. واحد، التغيير نادرا ما بيحصل الا لو في اسباب قوية وراءه. رقم 2، التغيير بيحصل لما الناس تحس بالاستياء والخنقة ويقول لك كفاية كده، انا جاهز للتغيير دلوقتي حالا، enough is enough بالانجليزي زي ما بيقولوا. دي هي النقط الأساسية في الموضوع ده. ولو انت بتحاول ان انت تغير نفسك او بتحاول تغير حد تاني وما لقيتش النقطتين دول، وفر مجهودك ووقتك، لان التغيير مش هينفع من بدايته، باين ان هو مش هينفع.